قصتنا النهاردة بعنوان أوضة 304. أنا جاي أقولك لو رحت أي فندق ابعد عن الأوضة 304. وصل السماعة بتاعتك ويلا بينا. أنا اسمي محمد وعندي 28 سنة. أنا اشتغلت موظف استقبال في فندق في اسكندرية. فندق على البحر والدنيا جميلة كده وتغيير جو فيها براحتك. بس الدور التالت دايما فاضي. في أوضة محدش بيقرب لها، مكتوب عليها 304. كل ما حد يحجزها يمشي قبل الفجر أو ما يمشيش خالص. ليلة مطر وتقيل، راجل غريب جه وقال عايز 304 تحديدا. بصيت له، حسيت إنه عارف حاجة. الساعة 3:03 الفجر، التليفون رن. صوت واطي بيقول انت سامع الخبط؟ وقبل ما رد سمعت خبط جاي من ورايا أنا. بلف مفيش حد. أجري على الدور التالت، الممر طويل، النور بيطفي ويولع. أوصل قدام 304، الباب مفتوح. الأوضة فاضية، بس المراية قدام السرير فيها حد واقف. واحد شبه الراجل اللي حجز، بس عينيه سودة وبيبتسم. بقرب من المراية، الانعكاس مش بيتحرك معايا، هو اللي بيتحرك لوحده. وفجأة الراجل اللي في المراية رفع ايده ومدها بره الزجاج، مسك دراعي. صحيت تاني يوم مش في الأوضة، كنت واقف ورا مكتب الاستقبال، لابس بدلة الفندق. المدير بيبصلي ويقول أهو 304 فاضية تاني. ببص في المراية اللي ورا المكتب، أشوف نفسي واقف جوه أوضة 304. بخبط على الباب وبصرخ، بس محدش سمعني. والتليفون بيرن، والمرة دي الصوت بيقول بدلنا الأماكن.